السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة هيكون فيديو استثنائي، مش هننزل الشارع ونسأل وكده، لا الفيديو ده هنتكلم فيه مع عم عبد الله احمد عثمان، وهيكلمنا مثلا عن الحروب من ايام 48 وحرب 6 اكتوبر في 73. السلام عليكم. عامل ايه يا عم عبد الله؟ ازي حالك؟ ازي صحتك؟ الله يكرمك. ازي يا رب دايما يا عم عبد الله. الله يخليك. احنا حاربنا كام حرب مع اسرائيل يا عم عبد الله؟ ده حاربنا كتير. صلنا بركاته. في النكبه 48، تمام. 56 العدوان الثلاثي، كانت فرنسا فرنسا وبريطانيا واسرائيل. مظبوط. ارض والنكسي 67. تمام. وكان حرب الاستنزاف قعد من 67 لغايه 73. مظبوط. ده كان حرب الاستنزاف دي. تمام. بس وحرب اكتوبر 73 النصر. تمام. تمام. طب حرب 48 مفيش معلومه عندك ليها يا عم عبد الله؟ حرب 48 طبعا ده كانت مجازر في فلسطين. تمام. يعني اسرائيل لغايه دلوقتي عايزه تزعط فلسطين خالص من اصلا في ناس مفتكره ان لما العرب دخلوا بجيوشهم كانوا مفتكرين ان الجيوش دي متكافئه، بالعكس مع انها كان اعداد الاسرائيليين واليهود والدول اللي تساعدهم كان اكتر من جيوش العرب. برضه نقول لك انا العرب على قد ما هم كتار، بس ما كانش معاهم السلاح زي السلاح الحالي. تمام. حاليا التكنولوجيا هي اللي غطت مظبوط. فالعرب معاهم سلاح يسدوا عين الشمس. احنا بنتكلم على 48 والاحداث اللي حصلت فيه. يعني 48 النكبه. تمام. بص تلاقي الفلسطينيين اتهدروا على العالم كله. مظبوط. يعني معك نص الاردن فلسطينيين. تمام. كانوا في فلسطين وراحوا الاردن. حقيقه فعلا. فيه ناس معك في لبنان. انا الحاجات دي يمكن الواحد قرا عنها، يعني مش وفي مصر. يعني انا ما عاصرتش الكلام ده. تمام. وفي مصر برضه فيها فلسطين. وفيه ناس فلسطينيين في مصر. تمام. عايشين من 48. وبرضه فيه ناس مهجرين في الدول الاوروبيه من فلسطين. مظبوط. فالناس دي عانت حصل. وشتات. بعد ما خلصنا من حرب 48 طبقت كده اللي هي 56 كان 56 طبعا لما حصل تأميم قناة السويس. مظبوط. طبعا قامت لجامي. احنا قال لك أمم قناة السويس. طبعا فرنسا كان لها دور، بريطانيا لها دور، وإسرائيل طبعا دي من شرقها لها دور. مظبوط. فاشتغل عدوان الثلاثي على القاهرة، بس الحمد لله القاهرة قاهرة الأعداء. اكيد اكيد القاهرة عشان دي قاهرة الأعداء. حصل بالظبط. وكانت في بطولات كتير. الكلام ده جريه يعني. لا فعلا. وفي كانت في بطولات من المقاومة الشعبية. ده اكيد. يعني بورسعيد والسويس بصراحه كان فيه واحد ناسي اسمه، مقاوم راجل كبير، انا شفته في التلفزيون يعني. تمام. فكان يقول عليه ده شيخ المجاهدين او شيخ المقاومين. زي عمرو مختار كده. ده توفى قريب. انا فاكر، انا شفت برنامج على التلفزيون. كان من السويس متهيألي. من السويس بس مش فاكر اسمه. من السويس. تمام. بعد كده ندخل على حرب 67. حرب 67 ده راحت مننا شهداء كتير. يعني لو بصيت انت في منطقتي هنا هو انا فاكر عاد. كان عندي 7 سنين. اتكلمنا عن الناس اللي حاربت. كان عندي 67. تمام. يعني كان عندنا الشهيد المرحوم عبد الراضي محمديان. ده شهيد. لا ده استشهد في 73. اللي استشهد في 69 في 67 في حرب الاستنزاف. كان ملازم اول عندنا هنا اللي اسمه عبد البر. مش عارف في 3 حاجه زي كده. لا هو كان ضابط في الجيش. تمام. من عندنا يعني. تمام يا عم عبد الله. ماتت ناس كتير. فجت حرب 73 بقيادة المرحوم الله يرحمه السادات، نصر اكتوبر. دي عوضت اكيد. والسعد الدين الشاذلي. وبعدين سعد الدين الشاذلي متهيألي كان رئيس اركان. كان رئيس الاركان فعلا. وكان اياميها المشير احمد اسماعيل كان هو وزير الدفاع. ايوه. تمام. كان حاطط خطه المازن العلي. خطة ايه؟ المازن العلي. تمام. انك انت تبدا بالمشاة. تمام. وبعد كده المدفعيه والدبابات. لا هو برضه كان في تكتيك تمام. وبعد كده اللي هي صواريخ سام. حاليا بص استاذ حسام. تمام. حاليا بقت الدنيا مكشوفه. يا ما انت سرك متذاع على الملأ، الفيسبوك ده والتواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا دي خربت الدنيا.
حتى انت واحد يقول لك انا النهارده مش عارف فطرت ايه، انا اتغديت ايه. ده كله خلي بالك. ال السوشيال ميديا دي مين اللي عاملها؟ والفيسبوك مين اللي عاملها؟ هم عاملينها هم اليهود والغرب. فهتلاقي اسرارك كلها عندهم. اكيد فعلا حقيقي. وانت هتقولها بدون ما تدرى. يعني انت هتحكي بدون ما تدرى. زمان انا فاكر احنا يعني كنا في اولى ابتدائي، الكلام ده في السبعينات و72 قبل الحرب. ليه انت مواليد سنه كام يا عم عبد الله؟ انا مواليد 63. خبر ابيض، ما بينش عليك خالص. عندي بالظبط 61 سنه يعني وشهرين. ربنا يديك الصحه ويديك 14/10/63. فانا فاكر كنا صغيرين، يقول لك اوعى تلاقي حدا في الشارع تاخدها. ايامها كان حرب الاستنزاف فيها دي، كنا عيال صغيرين. فانا فاكر يعني اوعى تقول ان احنا عندنا ازمه في كذا، اوعى تقول تعال دلوقتي اللي واحد يقول لك والله انا مش عارف ايه، تبص تلاقي اسرارك كلها ايه متذاعه بره. يعني طب الشارع يعني زمان كان ايه نقول لك انا ايام قبل 73 وكنا عيال، وفي المدرسه يقول لك اوعى تقول ان انا عندنا نقص في كذا او عندنا نقص في كذا، عشان العدو ما يعرفش ان انت نقطه ضعفك فين. اصبح دلوقتي كل حاجه مكشوفه، ده بيتك من فوق متصور ومعروف. بالظبط. بالأقمار الصناعية. بالاقمار الصناعيه. يعني لو دخلت انت على جوجل هتلاقي كل حاجه ظاهره. بالظبط. واحد كاتب لك بيت فلان وبيت علان ومش عارف ايه، فمحدد لك يعني التليفون اللي معاك ده هو التاتش دي. تمام. محدد مكانك انت وين بالظبط. بالظبط. وهم كاشفين كل حاجه. شعور طب العام في الغنايم مع عم عبد الله في ايام الحرب في 67 و73 كان عامل ازاي؟ هو في 67 خلي بالك انا كان عندي يمكن حوالي 6 سنين، لا ما كملش 6، 4 سنين. تمام. يعني لكن في 73 كنت في ابتدائي، كنت في ثالثه ابتدائي على ما اظن، في ثالثه. بس فاكر يعني انا فاكر ان الفتره دي ما فيش فيها سرقه حصلت. تمام. ولا فيش حد شكى حد ولا فيش خناقات ولا اي حاجه. تمام. غير كانت الناس كلها همه في الحرب وفي الناس اللي في الدبه وفيه تكاتف. تمام. وما فيش يعني ما حصلش ايه خلل بين الناس. يعني كان في شعور وطني. لا كان فيه ناس، بص كانت الوطنيه عند الناس كلها. تمام. العيل الصاير كان يهتف، كانت الناس عندها انتماء. بالظبط. انا مش عارف الايام دي مال الناس كده مالها كده اتغيرت ولا ايه اللي حصل. ايوه. كان يعني دو بصراحه ودو انتصار، حدا مبهدي. تمام. يعني تخيل انت لما تلاقي ما حصلش يمكن 3-4 محاضر مركز شرطه. يعني دليل على ان لا سرقه حصلت ولا خناقات ولا مشاكل ولا اي حاجه في السنه دي. بس 3-4 محاضر. ايوه. ولا من 67 ل 73. يعني اللي فاكر انا الحكايه اللي كانوا بيحكوه يعني. تمام. ما برضه الواحد كان سنه صغير. ايوه. ربنا يديك الصحة. ونفتكر ايه لما حصل العبور، وكان قال لك هيجيبوا العبور والحرب هيدي على التلفزيون. تمام. قعدنا من العصر قدام القهوه بتاعت عمنا احمد يوسف الله يرحمه ومنتظرين لغايه ما جابوا لنا الفيديو اللي فيه يمكن ربع ساعه. تمام. ده بالحرب وده الانتصار والبتاع. مع ان ذلك يمكن الحرب كلها كانت متصوره بالاقمار الصناعيه، ما جابولناش منها غير حته صغيره. تمام. اللي هي اللي احنا هنشوفوها لغايه دلوقتي في الافلام. يعني هتلاقي واخد بالك من حته العبور في الميه دي تمام. اللي هتشوفها في معظم الافلام، اللي هي الجسور اللي اتحطت دي. ايوه الدسر النصر. الله ينور، الدسر اللي اتعمل دي والستر الترابي والخراطيم الميه لما نزل عشان يعدي الطريق نزل الستر الترابي ده بيه. تمام. الستر الترابي ده ما نزلش غير ميه. بالظبط. عشان انت تجيب لودر، طب عايز لك 20,000 لودر عشان يشيل التراب دي. مظبوط. الميه نزلت فكل دي شفناها احنا يعني في التلفزيون دبوه لغايه كل المشاهد اللي انت شايفها دي في كل الافلام. يعني انا كنت من هواة مشاهده الافلام زمان خلي بالك. تمام. يعني كان فيلم اسمه بدور برضه ده بالحرب 73. الرصاصه لا تزال في ديبي برضه ده بحرب. فيلم تاني العمر لحظه بتاع مجدي. كل الافلام دي شفناها.
عشان احنا احضرني، وكانت فيه ناس يعني استشهدت في 73 يعني هو، وكانت فيه ناس حاربت. انا قعدت معاهم يعني معك محمد احمد زمان عليه رحمه الله، ده ولد عمي توفى الله يرحمه، حضر حرب 73 كان سلاح اشاره، واول واحد عبر. وكان ابو الغيط صفيان اللي هو من برضه كان من ضمن الناس اللي عبرت. المرحوم عبرادي محمد محمدين ده استشهد. المرحوم احمد اللبط كان موجود في الحرب. ناس كتير من هنا يعني فدول انتصار 73 ما فيش بيت ما كانش فيه واحد في عدبي. تمام. بس واللي ما فيش كانوا بيدعوا برضه للناس. ده اكيد لو كان فيه يعني ما فيش ازمات. يعني ايه مثلا في حاجه ناقصه عندك يا فلان عندي يجيب لك. تمام. يعني كانت الناس هتاكل في طبق واحد. مظبوط. دلوقتي المصالح خلت الناس كلها الناس اتغيرت. هتلاقي ساكن في الدور الثالث الصراخ شغال وتحت مشغل جديه وعمال يرقص. للاسف ما فيش. طب ايه اللي غيرنا كده يا عم عبد الله؟ والله ما تعرف. برضه تحس كده ان الدنيا قلقت. تحس كده يا راجل ده انا حاليا ما نقبلش، انا ما عنديش الموقف نقبل، هنحس ان انا غريب. بص كده تلاقي عيالي اللي عامل لك شعراتك كده ولا عامل لي شعراتك، شغل مناظر مش مالها. اقول عليها تمام. مالها الحلاقه دي. تمام. انما واحد عامل لي بتاع كده واللي مخطط لك شعراتي يا راجل، ده احنا ده مش اوضاع دي. اقول عليها تمدن عم عبد الله. تمدن ايه؟ صلى الله بركاته. تمدن ايه؟ تقول لي تمدن يا حسام؟ هم يقولوا تمدن عليها الحاجات دي. الحلاقه والبناطيل اللي مقطع. يا راجل عامل لي بنطلون متقطع 100 قطعه كده على اللي على وركه ولا على يا اخي مش اوضاع دي. ده بص مش عاداتنا وتقاليدنا دي. مظبوط. انا اخر واحد من الناس اللي شفت الناس الواحد بيحترم الكبير. كانش في واحد يقدر يشرب الزاره وعم فلان معدي ساعه ما يشوفها روح مضريه. مفيش الكلام دي. عاقبه ماشي ده مش سداره، ده عشرب شابه وعاقب في الشارع وعامل اللي فيها بلطه دي. طب نقول لك حاجه. اتفضل. كانت زمان لقيت كل يدور على الربح عشان يطلع لك مسلسلات هابطه. يا عم انت هتاخدني فيك خليني كده نسرح انا في بص الاوضاع انا كده ما عجبنيش اوضاع الناس، ما عجبنيش خالص. والعيال اللي طالعه دي انا ما عجبنيش اوضاعها. لما تلاقي عيل ماشي عامل لك 100 شغلانه كده واللي ماشي هيتباهى ان هيشرب شابه، يعني العيله باظت خالص. ده انا هنقول لك انا هنعدي مقبل في الشارع هنحس ان انا غريب عن الشارع. تلاقي عيال ماشيه كده السلوكيات، بص السلوكيات صفر، مفيش سلوكيات زين. معك حق فعلا يا عم عبد الله. يعني انا مثلا واحد من الناس ضد التمدن. عايزين على كل بيت ظابط يقف عشان يظبط الناس. تمام. مش واضح ده، مش اوضاع. ما كانت في زمان يعني غفر في الشوارع عشان الحراميه والسرقه كان الكلام ده في الخمسينات والاربعينات. لا مش في الخمسينات والاربعينات، كنا نشوفها في الافلام. لا ده قريب خالص. كان في 79 وسنه و80 و82 لغايه يمكن هنقول لك لغايه امتى. كان في حاجه اسمها الدرك. ايه الدرك دي؟ درك تلاقي غفير قاعد هنا وغفير قاعد هنا وكل واحد له منطقه. تمام. ما حصلش فيها اي سرقات. تلاقي واحد صاحي بسلاح. تمام. من الشرطه. دي ايام العموديه وكده يا راجل ده قريب، انا فاكرها قريب يعني مش بعيد خالص. تمام. يعني مش بعيد خالص. كان فيه خدمه سياره تمشي 2 امناء شرطه ويبقوا ماشيين كده في الشارع، شايف واحد ماشي في الليل خد يا اخي انت رايح فين؟ ده منين؟ وريني بطاقتك. شوفها بيعمل ايه. كان في ضبط نظام يا راجل، فيه كان نظام. دلوقتي انت ما تعرفش ده مين ولا مين دي، هتروح توقف انت بصفتك ايه تقول له تعالى خد رايح فين وده منين. يعني انا لسه كان تروسيكل السرقه اهو دنبيني، بس الحمد لله يعني الداب. يعني هو مش الداب، يعني الحرامين اللي خدوه وهم رايحين كده عند دمعتنا في النادع هناك، دمعتنا السماكي، نزلوا ياخدوا تروسيكل تاني. يعني ما كفاهمش واخديني، نزلوا ياخد تروسيكل، والتروسيكل عائليا يعني شغال، وصاحبه قاعد قباله من نزل ياخد، راحوا حسوهم مسكوهم. تمام. طاروا راحوا سابوا التروسيكل
اللي كانوا واخدين ومشوا هربوا. لا حول الله. فيومها كان الاستاذ هاني الحوت، يمكن تعرف انت، راجل شاعر محترم، راح الراجل منزلها على الصفحه بتاعتي، فيه تروسيكل اخواننا اللي جنب الحراميه كانوا دايبينه واحنا خدناه منه. ده فلوسها حلال. قبل الساعه 6 كان التروسيكل متدار. تمام. رنيت عليها هاني، التروسيكل ده يخصنا احنا، متاخد من عندنا هنا. تمام. واتاخد في فتره ما حدش حس. بص، دي لقيت الشاب والكلام ده خلى العيله هتسرق، وخلى العيل ممكن يسرق بيتهم، ممكن يبيع الانبوبه اللي في البيت. انت هتخليني كده نخش انا في حاجات انا ما عجبنيش، انا قاعد وساكت. انا اختصرت يا حسام، الواحد معي بس في سلوكات مزينه في الناس. المسلسلات اتفرج على المسلسلات القديمه، مسلسلات اجتماعيه تلاقيها بتعالج ليالي الحلميه مثلا، بتعالج السلوكيات او قضيه في المجتمع. وقضايا في المجتمع، وبتعمل لك يعني نوع من، بتصلح في الواقع بتاعك انت. بالظبط، بتديك حافز. انما دلوقتي عايز يعلمك البلطه دي، يعلمك ازاي تشم سنة بركاته. بعض الافلام عايز يعلمك ازاي تشم، ازاي تشرب مخدرات، ازاي تلف حشيش. يا ما يوريكم هم قاعدين كده ويوري العيال دي اللف والعربده والسكر ومش عارف ايه. طب ما انت كده هتعلم. وقصص الحب الفاشله. وتوري لكن الاول كان فيه سلوكيات كان فيه مواضيع هادفه بالظبط بتخدم المجتمع. معك حق. انما احنا دلوقتي هنهد في المجتمع مش عن كلامك. بص، احنا اخر ديل المحترمين. يعني مش عايز نغلط، يعني انا نقول لك لا فعلا دي حقيقة. يعني في شباب كويسه طالع الحمد لله، يعني اللي متربي بس قله، اللي متربي ده متربي من ربني اكيد، لا الاب ولا الام هيربوه. مظبوط يا عم عبد الله. فيعني مش كل، يعني ما نحكموش على الكل. الله بركاته. ما نحكموش على الكل، في شباب زي الفل، شباب حلوه، اما اللي طالع ده اللي هنقول لك عليه ده ما هي فعلا ثقافه شعب. ثقافه، لازم ثقافتنا تتغير اكيد، ولازم نبعد عن الثقافه الغربيه دي. تمام. يعني هنقول لك الواحد هيمشي زي الغريب في البلد، بالظبط، حاسس كده ان مفيش الاوضاع زي زمان. يعني معلش حتى زمان عم عبد الله، معلش يعني امهاتنا وكده تمام، وفي برضه بس قله كان يعني حريمنا احنا بيمشوا في الشوارع بشقاق وبتاع، فاهمني؟ كانت الوحده تبقى ماشيه على جنب والرجاله تبقى ماشيه على جنب تاني. دلوقتي مش عارف نقول ايه بالظبط، يعني تلاقي اللبس، التحضر والتمدين كل ده مصيبي. فاكر انت الشقق يا عم يا راجل قاعد لغايه الجات. انا امي لسه تلبسها يعني. انا مراتي معاها شقه لغايه الجات هتطلع بيها. بسم الله ما شاء الله. اللي هي الشقه اللي تبقى ماشيه كده بالظبط. ما فيش فحاليا نعتبر انقرضه. ده يمكن دلوقتي برضه يعني فيه نوع من يعني برضه فيه اللبس نقاب وكده والجلابيه الطويله دي برضه كويس. تمام. غير البنطلونات والمحزق والمقطع دي. في ختام الفيديو بتاعنا يا عم عبد الله، تحب تقول ايه مثلا للجيل اللي هو طالع مثلا، الجيل اللي لسه طالع؟ والله انا نقول لهم يصلح حالكم ربنا. ادي اللي نقول، يصلح حالهم ربنا، عشان ده ديل يعلم به ربنا والله، ويعلم مستقبلهم هيكون ايه. عشان احنا شفنا الديل الزين والزين 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 لغايه ما شفنا الوحش. اكيد عصرنا كله. حصل. على العموم الف شكر لك يا عم عبد الله على اللقاء الممتع. نتمنى لك كل خير والله. عم عبد الله كان عضو اللي انا يعني انا اعتز بيك والله يا حسام. ربنا يعزك يا عم عبد الله. الله يبارك لك يا بخ والله. عم عبد الله كان عضو امام، ليه خدمات كبيره كانت في المحلات، كان عضو بارز والله. ربنا يعزك يا عم عبد الله، وفرصه سعيده، وان شاء الله حلوه ان شاء الله اللقاء ده برضه يتكرر تاني. الله يبارك لك. لا يا عم احنا اي خدمه في اي وقت. ربنا يعزك يا عم عبد الله. ماشي يا عم عبد الله، فرصه سعيده والله. الله يحفظك. ماشي.